هاي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين مزيانين. مرحبا بلاباسات وهبازين ديالي في فيديو جديده. شكرا لكم بزاف بازين ديالي الحب ديالكم، شكرا حيت كتخليو بزاف ديال لي كومونتير واخا ما كنقولهاش لكم، شكرا حيت كديروا لي لايك بلا ما نقولها لكم، شكرا على كلشي. نتوما هما الحب. قولوا لي نتوما كي دايرين، اش كتعاودوا، كي دايرين مع الخدمه، كي دايرين مع القرايه؟ بدا كيسخن شي شويه الحال، المغرب ينادي. اليوم عندنا واحد الكيس اللي غنحتاج فيها التركيز ديالكم معايا، لان فيها واحد الشخبيط والروينه والعلاقات وداك الشيء، فبغيتكم تركزوا معايا باش تفهموا مزيان بلا ما نطول عليكم بزاف بزين ديالي. الا كنتو ريدي ليتس جو. ديفيد اولا ديف الكسندر كروبا تزاد نهار 9 اكتوبر 1976. باه كان سميتو توم وامو كان سميتها تريش. هما كانوا ثلاثه ديال الخوت وديف كان هو اللي كبير. كانوا عنده جوج ديال الخوت صغار، واحد سميتو ادم وواحد سميتو ماكس. العائله ديال كروبا كانوا عائله مزيانه، كيخدموا بزاف، كانوا شويه صارمين مع ولادهم، يعني باغينهم يوصلوا، وكانوا محافظين دينيا من داك النوع ديال الناس اللي كيمشيو للكنيسه 3 ديال المرات في السيمانه. ولكن نقدروا نقولوا بان ولادهم ما تبعوش داك الاتجاه الديني ديالهم. ديف عاش طفوله زوينه، ما كان خاصهم حتى شي خير، كان كيقرا مزيان يعني عادي. من بعد مثلا الهاي سكول ديالو غادي يمشي لدنفر، وتما غادي يدوز عامين مع الحرس الوطني. كان باغي واحد التجربه باغي يديرها. فاش غادي يكون تما في دنفر غادي يستغل الفرصه باش انه يدير واحد الدبلوم ديال الميكانيكي ولا يصايب الطوموبيلات الكاميوات، وفعلا غادي يقرا مزيان، خدا داك الدبلوم ديالو وغادي يرجع لسو فولز فين تزاد وكبر. فاش رجع غادي يبدا يخدم في واحد المحطه ديال الكاميوات فين كيجيو الناس كيصايبوا الكاميوات ديالهم، كيديروا لهم الفيدونج. المهم خدم على حساب داك الدبلوم اللي كان خداه في دنفر. ومده قصيره من بعد ما خدم تما غادي تزعت واحد المراه كانت خدامه معاه تما سميتها ايمي فلورا. هي وياه عاشوا واحد العلاقه د الحب طويله دامت لمده ديال 10 سنين. كانوا عايشين مع بعضياتهم، ولدوا جوج ديال الوليدات. وايمي وصلت لواحد المرحله في حياتها اللي بقات كتقول لي خويا شنو كتسنى 10 سنين زائد جوج ديال الدراري، واش ما غتزوجش بيا ولا شنو غادي دير؟ ديف ما كيامنش بالمؤسسه ديال الزواج. بالنسبه ليه هو يقدر يبقى عايش مع ايمي حياته كامله، ما محتاجش يتزوج باش يبرهن ليها شي حاجه، ولكن هي كانت باغا تزوج. فهاد الشيء هذا غادي يدير لهم مشكل في حياتهم. هي باغا تزوج وهو ما باغيش، غادي يصدقوا فارقين. ديف غادي يتحول لواحد البارتما اخرى، غيبقى في نفس المدينه اللي ساكنه فيها ايمي ولادها، ولكن غادي يتحول. كان كيشوف ولادو دائما، كان اب مزيان، عجبه الخدمه ديالو، عجبه الدار ديالو. المهم كان عايش حياه زوينه، ولكن ناقصه فيها شي حاجه. كان كيحس بالوحده، محتاج لشريك ديال الحياه. ما بقى عارف كيفاش يدير، ما بقى عارف كيدير يهضر مع العيالات، ما بقى عارف شنو يقول، لان من شحال هادي ما تصاحب مع شي مراه. صافي من مور القرايه ديالو عرف ايمي، بقى معاها حتى لدابا. هادشي اللي كنقول لكم فاش تفارق مع ايمي وداك الشيء كانت 2012. يعني دابا ديف عنده 35 عام، وهو كان تلاقى مع ايمي من كانت عنده 22 عام، يعني 13 عام ما هضر مع شي مرا اخرى. فغادي يدخل لواحد السيت سميتو بلانتي اوف فيش. هو سيت او الابليكاسيون ديال التعارف. صافي دخل، حط المعلومات ديالو، حط الصور ديالو، وبدا كيهضر مع العيالات. كل مره كيتلاقى مع وحده، كل مره كيتلاقى مع وحده، حتى شي وحده ما عمرت ليه عينيه. مثلا ما تلاقى شي وحده اللي شاف بانه زعما يقدر يدير معها شي علاقه مطوله. واحد النهار كان خدام في الشوب ديال الطوموبيلات، حيت داك الشوب ديال الكاميوات حداه الشوب ديال الطوموبيلات. كل مره فين كيخدم، حيت هما نفس الشركه، المهم كان كيخدم تما في ديال الطوموبيلات. غادي تدخل واحد المراه، هاد المراه هادي سميتها كاري فارفر، وجايبه الفورد ديالها باش تصايب حيت خاسره. بقاو جالسين كيهضروا على شنو خص الطوموبيل، شنو المشكله اللي فيها، شنو هادي شنو هادي، وبجوجهم غادي يبداو يحسوا بشي حاجه. ديف عجبته كاري بزاف، ولكن ما قدرش يدخل معاها في شي حاجه شخصيه وهو في الخدمه، لان ما غاديش يبان بروفيسيونيل وداك الشيء. فمع الاسف ما قدر يقول والو. ولكن شوفوا القدر شنو غادي يدير. فاش غادي يدخل في الليل، دخل لابليكاسيون ديال التعارف ديالو، كيسوايبي هادي خايبه، هادي زوينه، هادي خايبه، هادي زوينه. شكون غتبان ليه؟ كاري. حتى هي عندها بروفيل في بلانتي اوف فيش، وحتى هي كتعرف على الناس. المهم بداو كيهضروا شويه، كيتعرفوا، ولكن ما تلاقاوش حتى من مور جوج ديال السيمانات. كاري عاوتاني غادي ترجع الطوموبيله ديالها للكراج. فجات للكراج هاد المره وسالا ليها داكشي ديالها. غيتبادلوا هو وياها بالنوامر، واتفقوا انهم يخرجوا ديت موعد في ابل بيس. في داك الديت ديالهم ديف عجباتو كاري بزاف، كتخدم خدمه مزيانه، مثقفه، عندها ما تقول، يعني كتقدر تشد كونفرساسيون طويله، وهي وياه ما حبسوش من الضحك. عجباتو كاري بزاف. قبل ما نكمل لكم شنو غادي يوقع، نمشيو نتعرفوا شي شويه على كاري. السميه ديالها كامله كاري ليا فارفر. تزادت نهار 30 نوفمبر 1974. ماماها سميتها نانسي وباباها سميتو دانيس. كاري عندها جوج ديال خوتها، حتى هي عندها خوها سميتو ادم بحال خو ديف، وعندها خوها اخر سميتو جون. والديها طلقوا من كان عندها عام ونص، ولكن العلاقه ديالهم غادي تبقى مزيانه، يعني كيحترموا بعضياتهم، كيتلاقاو في الاعياد وداك الشيء، ما كاين حتى شي مشكل. شي مرات الطلاق كيكون مفيد للنفسيه ديال الاطفال بالعكس. المهم كاري كانت قريبه
كتحب والديها بجوج، كتبغيهم بجوج، وماماها غادي ترجع مع الحبيب ديالها ديال الهاي سكول اللي كانت معاه قبل ما تجوج بات كيري. كانوا هي وياه مصاحبين في الليسي وكانت بيناتهم واحد العلاقه ديال الحب كبيره، ولكن من بعد تفارقوا وهي تزوجت بات كيري وولدات. المهم غادي ترجع مع داك الحبيب ديالها السابق سميتو مارك، وماما كيري كانت كتحماق عليه. كيري ديك الساعه كانت عندها 6 سنين، حتى هي كان عزيز عليها مارك. كانت ديما كتقول لصحاباتها وداك الشيء بانها عندها الزهر بزاف حيت عندها جوج ديال الباباوات. فاش كانت باقا صغيره الاساتذه غيبداو يلاحظوا بان النسبه ديال الذكاء ديالها طالعه، فغادي يحطوها في ديك المدرسه ديال دوك الاطفال الاذكياء، لان الاطفال الاذكياء بزاف ما كيقدروش يقراو في مدارس عاديه. ما عرفتش صراحه هذه القضيه هذه واش عندنا في المغرب ولا ما عندناش، ولكن خاصهم يديروها حيت كاين شي وليدات اللي بالنسبه لهم المدرسه العاديه سهله بزاف وداك الشيء ممل. المهم كيري تحطت في ديك المدرسه، ومن غير هذا الشيء كانت كتغني، كانت كدير المسرح. غادي تبقى غادا مزيان حتى غادي توصل للليسي، خدات الباك بنقطه اللي عاليه وغادي تمشي للجامعه ديال كانساس باش انها تكمل القرايه ديالها. تما غادي تتعرف على واحد الولد. هذا الولد هذا سميتو فرانك. مده قصيره من بعد ما غادي تعرفوا غيوليو هي وياه في علاقه، ولكن كانوا ديما اوفن اون، يعني ديما كيتصالحوا كيتخاصموا كيتصالحوا كيتخاصموا، حتى لواحد النهار قرروا انهم يتفارقوا بطريقه كامله زعما صافي ديما. ولكن مع المفاجاه الكبرى غادي تكتشف بانها حامله. فهو من غادي يعرف بانها حامله بالبيبي ديالو غادي يحاول انه يصلح العلاقه ديالها معاه. بدا كيدير مجهودات، هي كدير مجهودات، ولكن ما غاديش تخدم. ما كانوش فرحانين واخا انها حامله، بقاو ديما كيدابزوا. فكيري غادي تقول ليه عرفتي اخويا شنو، تهلا انا غادي نمشي نرجع للمدينه اللي ساكنين فيها والديا، ما نقدرش نعيش هادشي هنايا بوحدي. فعلا داكشي اللي غادي يوقع. رجعت لدار والديها، ولكن ما حبساتش القرايه، كملت الجامعه ديالها اونلاين، كتقرا اونلاين وكدوز الامتحانات وداك الشيء حتى نهار 10 ديسمبر 1997 غادي تزاد البيبي ديالها. ولدها غادي تسميه ماكس. واخا كانت عندها غير 23 عام وكانت عندها المدرسه والامتحانات والحفاظه، ولكن كانت واعره كدير ما في جهدها باش يكون ولدها مزيان، كتحماق عليه. من بعد شي سنين كيري غادي يوليو يجيوها واحد النوبات ديال الهلع، وشي مرات كان كيجيها اكتئاب لدرجه انها ما كتقدرش تخرج من الفراش، شي مرات كتكون فرحانه بزاف. فغادي يديوها والديها للطبيب، شافها البسيكياتر، خدر معاها شي جلسات وغادي يقول لها بان فيها ثنائي القطب. عطاها الدواء، قال لها عندك تقطعيه، الدواء ضروري خاصو يتخاد. فبدات كتاخذ الدواء بشويه بشويه، ولات كترجع لكيف ما كانت، يعني الحاله ديالها بحال نقولوا استقرات. واخا نانسي مقتنعه بان داك التشخيص اللي داروا ليها ماشي هو هذاك، هي كتقول بان بنتها غير كانت كتعاني من شي لحظه ديال الاكتئاب ولا شي حاجه، والبسيكياتر قال لها بانها عندها ثنائي القطب. المهم كيري بقات كتاخذ الدواء ديالها، كتقلب على الخدامي، كل مره كتخدم شي خدمه حيت باقا في العشرينات ديالها، يلا كتشوف شنو غادي دير في حياتها. وفي هذه المده هذه غادي تتزوج بواحد السيد، من بعد مده قصيره بزاف غتطلق معاه، شويه عاوتاني غترجع تتزوج بواحد اخر، شويه عاوتاني غتطلق معاه، غتهز ولدها وغتمشي عاوتاني تعيش في كانساس واحد المده ديال سنين، شويه غترجع عاوتاني عند والديها للدار. وهاد المره هذه اخيرا غادي تلقى الخدمه ديال الاحلام ديالها اللي هي في البرمجه ديال الكمبيوترات وداك الشيء. واخيرا ولات الحياه ديالها غادا شي شويه مزيان، لان كانت مرونه ما عارفاش شنو كدير، كل مره كتبقى تخربق. فدابا ولات مقابله ولدها، كتمشي للخدمه ديالها اللي كيف ما قلت لكم عجبها بزاف. وهنا فين غادي تخسر ليها الطوموبيل ديالها وغديها تصايب وغتلاقى مع ديف. والكماله ديال هذا الشيء راكم عرفتوه. هنا فين غادي تعرفوا، من بعد غيبداو يهضروا في لابليكاسيون، غادي يخرجوا لداك الديت اللي غادي يدوز مزيان. من مور داك الديت اللي قلت لكم داز مزيان، غادي يقرروا انهم يمشيو لابارتمون ديال ديف باش يهضروا شي شويه، يتذاكروا، يزيدوا يتعرفوا على بعضياتهم. من بعد هي تمشي بحالها. فاش بداو كيهضروا هي غادي تقول ليه شوف انا بغيت نكون معك واضحه، انا ما كنقلب على حتى شي حاجه جديه، انا دابا ما مستعداش انني ندخل في علاقه جديه، فالا كنتي باغي انت شي حاجه جديه شي حاجه مطوله الله يسهل عليك. قالت لي انا باغي غير نستمتع، باغي ندوز وقت زوين. وهذا الشيء اللي غادي تقول ليه بالعكس هو غادي يعجبو، حيت حتى هو كان باغي نفس الحاجه، مازال ما كانش مستعد يدخل في شي علاقه مطوله من بعد ديك 13 عام اللي دوز مع الاكس ديالو. صافي داز داك الليل مزيان. المهم ما مشاتش لدارها، باتوا تما. ومن بعد دو كيتلاقاو دائما، كيخرجوا المده ديال 2 السيمانات تقريبا ما كيتفارقوش. هي ولات كتنعس عنده في الدار لان دارو قريبه ليها بزاف الخدمه ديالها، الدار اللي كانت ساكنه فيها هي واخا كتضرب شويه ديال الطريق. فهادوك 2 السيمانات دازو زوينين بزاف. وغادي نوصلوا لنهار 10 نوفمبر 2012. شي واحد خسر الكيري الطوموبيله ديالها كامله، كتب ليها في طوموبيلتها بسبراي بينت، عرفتوا داك لابومب اللي كتكون فيها الصباغه، شرطها ليها كلها بشي ساروت. كيري تعصبات بزاف، صورت داك الشيء حطاتو في فيسبوك، بقات كتقول زعما حشومه عليكم شنو هاد الشيء. صافي واخا هكاك سرطاتها، مشات نظفات الطوموبيله ديالها، دارت ديك اللعيبه اللي كيمسحوا بها الشراطي وداك الشيء، ورجعات عند ديف للدار باش عاوتاني تبات تما. فعلا باتت. لا غد الليل هو 13 نوفمبر ديف غادي يفيق، بانت ليه كيري جالسه فوق الفوتوي كتوجد شي خدمه ولا شي حاجه، المهم كتخدم في البيسي. كان بكري بزاف لان ديف كيخدم بكري بزاف، وحتى هي مع 6 ديال الصباح كان خاصها تكون تما. فديف شافها جالسه فوق الفوتوي مع ديك 6 قبل ما يخرج هو، وهي اصلا كتمشي على رجليها لان الخدمه قريبه بزاف. مع 6:15 كيري غادي تعيط للماناجر ديالها وغتهضر معاه على داك البروجي اللي كانت خدامه فيه. مع 6:25 دقيقه هو خرج من الدار، سلم على كيري، قال لها نشوفك بلاتي ومشى بحال.
بحالو. وصلت ستونس كاري ما جاتش للخدمه 46 دقيقه غادي ديكونيكتا من السيستم ديال الخدمه ومن فيسبوك. 59 دقيقه عاوتاني غادي تدخل الفيسبوك ولكن ما مشاتش للخدمه. هاد المره هادي فاش دخلت الفيسبوك غادي تسوبريمي ديف من الليست ديال صحابها، يعني حيداتو من فيسبوك. وداك الفيديو اللي كانت حطات على الطوموبيل ديالها في فيسبوك كانت كاتبه فيه زعما علاش درتو هاد الشيء وشي حشومه وهذا، غادي تبدل العنوان ديالو وغادي تكتب اتس اوكي زعما ماشي مشكله، غيكونوا غير شي دراري صغار كيلعبوا، انا ما تقلقتش. 20 دقيقه من مور هاد الشيء ديف غادي يوصلو ميساج من كاري قالت لي انا بغيت نجي نسكن معاك بصفه رسميه، ما بغيتش نبقى زعما مره نبات معاك مره نبات في داري، بغيت انا وياك نسكنوا في نفس الدار عندك. هو ديك الساعه غادي صيفط لها ميساج قال لها نو لان ماشي هادشي علاش تتفقوا. هي في الاول قالت لي انا ما باغا حتى شي حاجه جديه، واخا كان كيخليها تبات وداكشي شويه ولات باغا تسكن، ما عجبوش الحال. فديك الساعه قال لها لا امبوسي، وهي غادي تجاوبو قالت لي اوكي انا ما بقيتش كنحملك، وانا اصلا كنخرج معاه واحد الراجل اخر وما عمري ما بغيت نعاود نشوف كمارتك مره اخرى. تهلا. المشكله ان الخدمه ديالها كانوا محتاجينها بزاف لان هي عندها خدمه مهمه، ما يمكنش غير هكا ترشق ليها وما تمشيش للخدمه بلا ما تعيط بلا ما تصيفط داك البروجي بلا والو. فالبوس ديالها غادي يتعصب، كان محتاج داك البروجي ضروري وهي كانت خدامه عليه، كيعيطوا ليها من الخدمه كيعيطوا ليها والو، التليفون ما كيجاوبش. بدا كيدوز الوقت سالا النهار. ديف رجع من الخدمه وفاش غادي يرجع للدار ما لقى حتى شي حاجه ديالها. كيري هزت كلشي داكشي ديالها من الدار ديال ديف ومشات بحالها. هو غادي يقول الحمد لله نجاني سي ربي، هذه راه واقيلا مزنزنه، والحمد لله اللي هزت حوايجها وخرجت بسلام حيت كانت غتلصق فيا وهادي وكان عطاها الساروت كتمشي للدار فوقاش ما بغات، واصلا ما كيعرفهاش مزيان. يلاه هذه 2 الاسابيع باش تعرف عليها. فجا داك الشيء كله غريب، قال صافي الحمد لله تهنيت. المشكله ان كيري غتصيفط ميساج لماماها قالت ليها انا لقيت خدمه اخرى وغادي نتحول لواحد البلاصه بعيده ما نبقاش ساكنه هنا حداكم. هنا نانسي موت كيري غتقول لا ما يمكنش، شي حاجه ماشي هي هذيك واقعه، لان كيري كانت كتموت وكتحماق على خدمتها، فرحانه بها بزاف. داز داك النهار، داز لغد ليه، داز النهار اللي من موراه كيري ما عندهاش الاثار، ما عيطات ما كتجاوب في التليفون، ما مشات للخدمه، ما مشات عند امها، والو. عرفتي نانسي امها غادي تسطا كتعيط كتصيفط الميساجات. شويه غادي يوصلها ميساج من عند كيري قالت لها عرفتي شنو انا غادي ندخل راسي لمستشفى الامراض العقليه حيت ما حاساش براسي مزيان. وقالت لها ماشي هنا، انا غنمشي لواحد الولايه اخرى. نانسي القلب ديالها ديال الام قال لها شي حاجه ماشي هي هذيك، فغادي تمشي عند البوليس. قالت لهم شنو راه بنتي مختفيه، راه كيوصلوني هاد الميساجات الغريبين. البوليس بحال ما تسوقوش للاختفاء ديال كيري، بداو كيقولوا لامها ايوا اختي راه بنتك راه كبيره ياك ما غيمشات وغادي ترجع. هي كتقول لهم راه ما يمكنش، راه ولدها هو حياتها وكتحماق على خدمتها، ما عندها حتى شي سبب اللي غادي يخليها تمشي. زائد علاش بنتي غادي تصيفط ليا ميساجات بلاصه ما تعيط ليا في التليفون. وزيدوا على هذا الشيء كامل هذاك الويكاند كان خوها غادي يتزوج، يعني مستحيل 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 ما تجيش للعرس ديال خوها. وكانت عارفه بان باها دينيس كان مريض بزاف، كان عنده كانسر ديال المعده الله يحفظنا يا ربي كاملين، والاطباء كانوا معهم صريحين بان ما بقاش عنده بزاف ديال الوقت. فمستحيل كيري تمشي وتخلي باها مريض تخلي ولدها ما تحضرش العرس ديال خوها، ما يمكنش. وصل النهار ديال العرس ديال خوها جون وعائلتها بقاو غير حاضين الباب كيتسناوها انها تدخل في اي لحظه، ولكن سال العرس وكيري ما جاتش. المشكله ان كيري ما كتحبسش من الميساجات لديف، غتهبل معصبه كتبقى تعاير. والمشكله ان الميساجات ديالها هكا بالاخطاء الاملائيه، لا كونجوغيزون هي هاديك، لا غرامير هي هاديك الروينه. وانتم عارفين بان كيري كانت كتقرا مزيان، عندها خدمه اللي محتاجه ذكاء خارق. المهم دوك الميساجات اللي كتصيفط لديف شي مرات كتقول لها انا كنحماق عليك ما قدرش نعيش بلا بيك وهادي شي مرات كتبقى تعايرو شي معيور خايب كتخسر الهضره. والمشكله انه ما كانش الوحيد اللي كيوصلوا هاد الميساجات. ليز اللي كانت الاكس ديالو حتى هي ولاو كيوصلوها ميساجات من كيري. ليز بطبيعه الحال كانت واحد الاكس ديالو اللي تصاحب معاها قبل من كيري ولكن ماشي هي اللي والد معاها. المهم ليز حتى هي ولاو كيوصلوها ميساجات من كيري كتقول لها بعدي على ديف ديالي انا اللي كنبغيه، وقالت لها بانها الا ما بعدتش منه غادي تاديها هي وولادها. واحد النهار ليز غتعيط على البوليس غتقول لهم شي واحد دخل عندي للكراج ديالي سرق لي واحد الكارني ديال الشيك، ولكن الحمد لله ما بقاش خدام حيت داك الكارني ديال الشيك اللي تسرق كان قديم، وكتبوا ليها فاك اوف فروم ديف في الحيط كبيره يعني ابتعدي عن ديف. نهار 17 نوفمبر نانسي موت كيري غادي يوصلها واحد الميساج قالت ليها انا راني بعت الناموسيه ديالي والبلاكار وكلشي وتخلصت فيهم، راه غادي يجي شي واحد دابا ياخذهم. قالت لها عافاك سيري لداري وحليها باش تخلي داك الشخص يجي ياخذ داك الشيء. نانسي ما قدرتش تثيق بان بنتها دارت داك الشيء حيت ديك الناموسيه ودوك البلاكار عندهم قيمه كبيره وماشي حتى قيمه ماديه، هذاك كان ورث ديال اجداد واجداد واجداد، واحد كيدوزوهم من الاخر، يعني صعيب بزاف ان كيري تبيعهم بحال هكا كانوا عزازين عليها. وهي جاوب بنتها وكتبت ليها الا ما عيطتش ليا في التليفون وقلتي ليا هذا الشيء هذا بفمك غنساي ما غنحل الدار حتى شي واحد وحتى واحد ما غياخذ داك الشيء. وهنا غتبدا تقول ليها انت يا ام خايبه، انت يا متسلطه، ديما كتحكمي فيا. هنا نانسي غتقول نو ما يمكنش، هذه ماشي بنتي. اولا بنتي مستحيل تهضر معايا بهذه الطريقه حيت كتحترم والديها بزاف،
بزاف. ثاني حاجه نانسي عاوتاني غتلاحظ الاخطاء الاملائيه، بنتها مستحيل تكتب بحال هكاك. مبرمجه ديال الكمبيوتر، قرات في مدرسه اللي كيقراو فيها غير الوليدات الاذكياء، وكانت هي كترد البال بزاف للقواعد ديال اللغه. الايميلات ديالها كتبقى تقراهم وتعاودهم باش كيكون داكشي بيرفكت. غتوري دوك الميساجات للبوليس، غتقول لهم شوفوا انا راه بنتي قاريه، راه مستحيل تكون هي اللي كتكتب هذا الشيء، ما يمكنش. البوليس غيشوفوا داك الاخطاء الاملائيه وما غاديش يقتنعوا. وهنا نانسي غتقول عرفتي شنو غندير؟ غنقول لهم بانها بايبولر، مريضه بثنائي القطب، ربما يسمعوا انها عندها هذا المرض النفسي ويديروا مجهودات اكثر، ولكن العكس هو اللي غيوقع. ملي غتقول لهم هذا الشيء غادي يقولوا صافي هذه راه جاتها شي نوبه ديال الهوس وقررت انها تمشي بحالها حتى تبرد وتفوت هذيك النوبه وغادي ترجع. قالوا لها حنا راه ديما كنشوفوا الناس اللي عندهم ثنائي القطب كيقطعوا الدواء وكيبقاو يخرجوا من ديورهم وكيمشي، وكاين اللي كيمشي سنين. صافي رجعوا اللومه على المرض النفسي ديالها وحتى واحد ما بغى يقلب عليها. امها كتقول لهم بنتي كتاخذ الدواء ديالها ومستحيل دير شي حاجه بحال هكا. انا بنتي ماشي مسطير، عندها خدمه اللي صعيبه بزاف وكانت مزنزنه ما يعطيوهاش ديك المسؤوليه كامله. المهم من بعد سيمانه غادي تصيفط ميساج للبوس ديالها، غادي تقول ليه انايا كنسمح بهذه الخدمه ديالي، انايا غنتحول لواحد الولايه اخرى. صافي لقاو شي واحد اللي يجي في بلاصتي. العائله ديال كيري بقاو كيضغطوا على البوليس كيضغطوا على البوليس حتى انهم قلبوا شافوا دوك الميساجات من كيجيو. فعلا لقاو الاكثريه ديال الميساجات منين كيجيو، مشاو لديك البلاصه ولكن ما لقاو فيها حتى حاجه، ما لقاو لا كيري لا الطوموبيله ديالها لا والو. هاد البلاصه هذه تفكروها لان من بعد غنرجعوا ليها. فالبوليس ما يلقاو والو تما غادي يمشيو عند ديف للدار ديالو باش انهم يهضروا معاه، ومعاه غادي يوصلوا عنده. هذاك المحقق غادي يوصلوا ميساج في التليفون ديالو، ميساج من كيري قالت ليه خلي ديف خارج من هذا الشيء، راه ما عنده حتى شي علاقه بالاختفاء ديالي. وهما غادي يقول لها شوفي اختي حنا راه بوليس ما كنلعبوش معاك، حنا ما تبقايش تصيفط لنا الميساجات، الا بغيتي تقولي شي حاجه اجي عندنا شخصيا نشوفوك في وجهك، من بعد غادي نسدوا هذا الكيس. هي قالت لهم ما غاديش نجي بعدوا مني. هنا البوليس ملي شافوا هاد الميساجات وهذا الشيء كامل قالوا كيري راه ما مختفيه ما والو، السيده غير مسطيه ولات ابسيست بديف مهووسه به. صافي ما عطاو الاختفاء ديالها حتى شي اهميه، وحتى ديف ولا في داك الميساجات كل نهار كل نهار كل نهار كيوصلوا داك الشيء، ما بقاش كاع مسوق ليه. كل نهار القليله اللي كيوصلوا 50 ميساج. تخيلوا ان شي مرات كيوصلوه الميساجات واحد مر واحد مر واحد حتى التليفون ديالو كيطفى ما كيبقاش قادر. بدل النمره ديال التليفون ديالو، بدل الايميل ديالو، بدل كل شيء، ولكن كل مره كيري كتلقى النمره ديالو جداد، كتلقى لي زيميل ديالو جداد وكتبقى عاوتاني تصيفط ليه. كيف ما قلت لكم دوك الميساجات اللي كانت كتصيفط كيري كانوا كيبينوها بحال شي مختل العقليه، بحال شي مسطيه. وحتى ليز ديما كتصيفط لها الميساجات كتقول لها غادي نقتلك نقتل ولادك بعدي من ديف. المشكله ان هادشي اللي كدير كيري حيت خايفه ليز ترجع مع ديف، واخا راه هي الاكس ديالو كيف ما قلت لكم فارقين وشابعين تفاريق. بهاد الميساجات هادو هادشي اللي كدير النتيجه غادي تكون العكس ديال داكشي اللي باغا. ديف وليز عاد ولاو كيتقربوا مع بعضياتهم لانهم كانوا كيهضروا على هادشي ديال كيري، ولاو كيهضروا اكثر في التليفون كيتصيفطوا الميساجات، فزادوا تقربوا. حيت ديف كان حاسب واحد التانيب بالضمير تجاه ليز لان هي ما دارت والو، هي الاكس ديالو، وبسببه هو والعلاقه ديالو مع كيري دخلها في هذا الشيء ولات عايشه خايفه ودخلوا ليها حتى للكراج ديالها. ولكن في نفس الوقت هي الوحيده اللي كانت كتقدر تفهمه وتفهم هذا الشيء اللي معيشه كيري فيه. بجوجهم كيتعرضوا لنفس التهديدات، بجوجهم كيوصلوهم نفس الميساجات. شي مرات ديف وليز كيكونوا بجوجهم جالسين كيهضروا حتى كيري كتصيفط لهم ميساجات بجوجهم في نفس الوقت. ومن بعد شي جوج ديال السيمانات ديف غيوصلوا ميساج اخر من عند كيري غيتقول ليه بانها حامله، وبدات كتقول ليه زعفاك بعدي منه على وجه البيبي ديالي. ديف غادي يقول هادشي ديال البيبي للبوليس، البوليس غيقولوا حتى لنانسي موت كيري، ونانسي غتقول لهم ما يمكنش انا بنتي دايره العمليه مستحيل تحمل. فهنا الشكوك غادي يبداو غير غاديين وكيزيدوا. المشكله ان داك الهوس ديال كيري بقى غادي وكيزيد. واحد المره ديف جالس مع ليه مبي في واحد الكرسي كيتحرك بحال هكا، هو غادي تصيفط له كيري ميساج قالت ليه كتبان كيوت وانت جالس في داك الكرسي ولابستي الشرد زرق. عرفتو هو واش غنقول لكم بغى يموت بالخلعه، عرف بان شي واحد كيراقبو وسط دارو وما عرفش واش كاميرا وشي واحد كيطلع ليه. فاش كيوصلوا هاد الميساجات كيخرج كيجري للزنقه كيبغي غير يشوف واش هي، يشوف طوموبيلتها ما عمرها ما بانت ليه. والمشكله ان دابا ايمي اللي هي مت ولاد ديف اللي بقى معاها 13 عام حتى هي غيوليو يوصلوها ميساجات من عند كيري. بدات كتقول لها بعدي منه وخا السيده مفارقه مع هادي قرن زماره. نهار 7 ديسمبر دينيس بابا كيري غادي يموت، ما جاتش الجنازه، ما عيطات لوالديها، ما هضرات مع ولدها والو. تخيلوا الجنازه ديال باها ما جاتش ليها، يعني صافي راس راجل وحش. مره اخرى بقى كلشي كيتسناها ولكن ما بانتش. وتخيلوا انها غتحط بوست في فيسبوك كاتبه فيه انا كنعتذر لانني ما جيتش للجنازه ديال بابا، راني كنت مشغوله. كاين شي واحد مشغول على الجنازه ديال باه. اكثريه ان هي كانت قريبه بزاف من باباها، كتحماق عليه وكانت كتهلا فيه اكثريه من مور ما مرض، كتقابلوا ديما كتشوفوا. نهار اللي مات دينيس نانسي غادي تحلم واحد الحلمه، حلمت بدينيس قال لها نانسي كيري ها هي معايا. نانسي فاقت من ديك الحلمه وحسبتها بحال رساله من سيدي ربي كيقول لها راه بنتك مع باها يعني ميتين. هذه بطبيعه الحال غير حلمه، ولكن هي غتاخدها بواحد الطريقه جديه بزاف. صافي اقتنعت بان بنتها ماتت حيت
قالت ما يمكنش بنتي تفوت على هذا الشيء كامل، ما تعيطش ليا في التليفون، ما تجيش الكنازه ديال باها، ولدها كيكبر وكاع داك الشيء الزوين في حياته ما حضراش ليه. فقالت ما يمكنش شي حاجه خايبه واقعه لبنتي. نهار 6 جانفي 2013 نانسي غادي تدخل الفيسبوك ديالها، غادي تلقى واحد الميساج من واحد الكونت يلاه تحل فيه السميه والتصويره ديال بنتها، ولكن ماشي هذاك الفيسبوك القديم اللي كان عندها، جديد. قلت لها السلام ماما كي دايره ولا ما عرفت داكشي صيفطات ليها، وهي تقول لها نانسي شوفي ما تبقايش تصدعيني، الا بغيتي تقولي لي شي حاجه وانت كنتي فعلا بنتي غادي تعيطي ليا في التليفون نسمع صوتك اولا اجي عندي نشوف وجهك. فداك الكونت غادي يصيفط لها ميساج شبعها معيور عاوتاني، وفي الاخر قالت لها اوكي شوفي غنعيط لك غتسمعي صوتي مره واحده ومن بعد انا ساليت معاك. قلت لها انا ما عنديش 10 سنين، الا بغيت نمشي غادي نمشي. ومن بعد داك الكونت نيت غيحط واحد البوست على ان ديفيد وكيري تخطبوا، وداك البوست فيه يد لابسه خاتم ديال الخطوبه، ولكن نانسي عرفت بان هذيك اليد ماشي ديال بنتها كان عندها صبيعات هكا رقيقين طوال، وهاد اليد اللي تحطات صبيعات قصيورين وطبوزين. فغادي تمشي عند البوليس وراتهم داك الشيء كامل. البوليس عيطوا على ديف قال لهم انا اصلا كيري شحال هادي ما شفتها، كيفاش غندير نخطبها؟ قال لهم انا من نهار اختفت راه ما عمري ما عاود شفتها من غير هاد الميساجات ديال الحماق اللي كتصيفط ليا. وقال لهم بانه داك النهار نيت وصلوا واحد الايميل مخيف، ايميل فيه تصويره ديال واحد المراه شعرها كحل في الكوفر ديال شي طوموبيله ومسدود ليها فمها بالسكوتش. هذاك الايميل مصيفط من كيري وقالت لي بان هذيك السيده اللي في الكوفر هي ليز خطفاتها. فهو غادي يصيفط ميساج ليز قال لها شنو وصلني واش كلشي مزيان؟ هي تقول ليه لا راه ما وقع ليا والو، راه كتفلى عليك انا راه مزيانه. يومين من مور هادشي ديف غيكون هابط الباركينغ ديال العماره باش ياخذ طوموبيلته، وغادي تبان ليه واحد الفورد بالضبط بحال ديال كيري. المهم غادي يعيط للبوليس قال لهم ها شنو كاين. غادي يجيو البوليس تشيكاو الطوموبيل لقاوها فعلا ديال كيري. عيطوا على واحد المحقق من الطب الشرعي شاف الطوموبيل لقاها كلها ممسوحه بحال شي واحد مسحها من البصمات نقاها. كاينه بصمه وحده كانت محطوطه في واحد الكاس ديال اتاي اللي كان في وسط الطوموبيل. دوزوا داك البصمه في السيستم ولكن ما خرج لهم حتى شي ماتش. وفوق الكرسي بانت لهم واحد النقطه ديال شي حاجه طايحه ولكن ما داتهاش فيها، قالت واقيلا غير شي حاجه طاحت فوق الكوسان وما خداو منها العين لا حتى شي حاجه. في هذا الوقت اللي لقاو فيه الطوموبيله ديال كيري ما حبساتش من الميساجات، باقا كتصيفط ليز كتصيفط لديف كتصيفط لامها. البوليس غادي يسولوا ديف وليز واش موافقين على انهم ياخذوا التليفونات ديالهم يفرغوهم، ما ربما يلقاو شي معلومه مفيده. ديف وليز غادي يقولوا لهم بطبيعه الحال خذوهم، حنا عندنا ما نخسروا، معنا زعما ما نخبيو. المشكل ان هذا التفريغ هذا بالضبط اللي كيديروه فاش ما كتكون لا جريمه لا والو ما كيجبدش داكشي اللي ممسوح. يعني واخا لنفترض مثلا كانت شي حاجه اللي في شكل غادي يكونوا مسحوها. نهار 17 افريل ديف غادي يعيط لمامات كيري نانسي، قال لها بان كيري عيطت ليه في التليفون وقالت ليه كاينه في واحد الشيلتر اولا دوك البلايص اللي كيخليو فيهم الناس اللي هومليس اللي ما عندهمش الدار، وهاد الشيلتر هذا اللي مشات ليه كاين في اوماها بعيد بزاف. فنانسي بطبيعه الحال عيطت للبوليس قالت لهم ها شنو. البوليس ديك الساعه غيتواصلوا مع الشيلتر ولكن مع الاسف كيري ما كانش تما. فالبوليس غادي يعيطوا على ديف بغاو يسولوه بالضبط شنو قالت ليه كيري فاش عيطات واش متاكد ان صوتها. ديف غادي يقول لهم اش من ابل، انا ما عمري ما هضرت مع كيري وما عمري ما عيطت لنانسي. فاش غادي يسولوا نانسي اين نمره عيطات ليه، النمره ماشي ديال ديف، شي واحد عيط لنانسي داير راسو ديف باش يقول لها راه بنتك كاينه في الشيلتر في اوماها. من بعد 2 ديال السيمانات نهار 3 ماي ولد كيري ماكس اخيرا غادي تجيه الشجاعه باش يصيفط لمو ميساج في فيسبوك كتب ليها هاي وهي تقول ليه هاي ليتل مان زعما الرجل الصغير، وهي ما عمرها ما كتعيط ليه بحال هكاك اكثر انا دابا هو كبر. هو يقول لها بغيت نسولك واحد السؤال، شنو هو الميدل نيم ديالي الاسم ديالي اللي الوسط؟ عرفتو هما الاكثريه فيهم كيعطيو 2 ديال السميات عاد الكنيه. قال لها وشنو السميه ديال اول كلب ديالنا وشنو السميه ديال البيست فريند ديالي فاش كنت صغير؟ فاش غيسول هاد الاسئله ما عمرها ما تعاود تجاوب. ما جاوباتش ولدها ولكن ديما كتصيفط ميساجات لديف، وحتى من ديف كيخرج مع شي مرا اخرى اولا كيمشي في شي ديت ولا شي حاجه حتى هذيك المراه كتبقى تصيفط لها ميساجات عرفتي كلشي ولا كيخاف. حتى واحد ما بقى كاع حامل يخرج مع ديف. يعني ديف الحياه ديالو ولات مخيفه لان شي واحد حاضر 24 ساعه ل 24 سنه. العام خرجت 2014 ما كاينش خبر على كيري من غير الميساجات. دخل 2015 والحاله كملها هي في افريل ديال 2015 واحد 2 ديال المحققين سميتهم رايان ايفيس وجيم داتي غادي يقرروا انهم يعاودوا يشوفوا هذا الكيس ديال كيري وغيستعملوا واحد استراتيجيه جديده. بغاو يديروا 2 ديال الابحاث على هذه القضيه هذه ولكن كل بحث مبني على واحد النظريه مختلفه. البحث الاول نظريه ديال ان كيري حيه وهي اللي كتصيفط الميساجات، والنظريه الثانيه ديال ان كيري ميته وشي واحد اللي كيصيفط دوك الميساجات. فاش غادي يبداو هذا البحث هذا اللي كان في سريه بطبيعه الحال واحد النهار ما عليهم ما بيهم حتى غادي تجي ليز للكوميساريه قالت لهم انايا بغيت ندير شكايه ضد ايمي اللي هي مت ولاد ديف لانها كتعاير ليز دائما وكتصيفط لها ميساجات، زائد انها شاكه فيها سارقه لديف فردي. وقالت لهم انا شاكه بان ايمي تقدر تكون هي اللي دايره راسها كيري لانها باقا كتبغي ديف ما بغاتو يكون مع شي مرا اخرى وهادي. البوليس قالوا لها واش عندك شي دليل على هادشي اللي كتقولي؟ قالت لهم عندي عرام ديال الميساجات من ايمي. فغادي يقول لها واش عطينا التليفون ديالك نعاودو نشوفو؟ قالت لهم
ما كاين حتى مشكل. شوفوه هاد المره هادي غادي يقرروا انهم يجبدوا من التليفون كلشي حتى داكشي اللي ممسوح، ماشي بحال التفريغ اللي داروا المره الاولى. المهم غيعطيو التليفون للشرطه الرقميه باش انهم يتكلفوا بهذا الشيء، ولكن لا غد ليه مع 46 دقيقه ديال الصباح ليز غادي تعيط ل 911 ونخليكم تسمعوا الاتصال ديالها مع 911. 911, what's the address of your emergency? I've been shot in the leg. I'm in one of the parking lots on the left-hand side. I have a little red Toyota and I'm laying next to it. Is there more than one wound? I think it's just one. They shot off a couple shots. They only hit me with one, I think. البوليس من غيوصلوا لمسرح الجريمه غادي يلقاو ليز كتسيل بالدمعيات، الفخذ ديالها اليسري مضروب بقرطاسه، كتغوت حالتها حاله، كتبكي كتقول لهم ايمي تيرت فيا، ايمي تيرت فيا. قالت بانها كانت جالسه في الكرسي ديال داك البارك، ما عليها ما بها، عايشه حياه طبيعيه. شويه تبانت ليها ايمي وتيرت فيها. المشكله ان ايمي تقنات داكشي اللي دارت، لان البوليس ما لقاو حتى شي حاجه، ما لقاو لا الدي ان اي ديالها، تما ما كاينش الكاميرات. فغادي تجي لومبولانس دات ليز المستعجلات، ومن بعد البوليس غادي يمشيو عند ايمي للدار، دقوا عليها قالوا لها راه ليز قالت لينا بانك تيريتي فيها. هي بقات كتشوف فيهم مصدومه، ما عرفتهمش كاع علاش كيهضروا. قالت لهم العار واش من نيتكم؟ قالوا لها واش مستعده تمشي معنا للكوميساريه ونديروا لك اختبار كشف الكذب؟ قالت لهم اوكي. ايمي سقطات في الاختبار، ولكن بطبيعه الحال هاد الاختبارات هادو ما كيتخادوش بعين الاعتبار، لانهم كيتبناو على الدقات ديال القلب. فالا كنتي غير خايف اولا مستريسي بزاف تقدر تسقط في اختبار واخا انت كتقول الحقيقه، وكاين اللي كيتحكم في ضربات القلب ديالو فكيكون كيكذب وكيخرجوا الاجوبه صحاح. المهم ايمي ما نجحتش في الاختبار ديال كشف الكذب، واخا هكاك البوليس خلوها تمشي حيت ما كاين لا بصمات لا دي ان اي لا تسجيل الكاميرا، ما كاين والو حتى شي دليل. وفي هذا الاثناء كيف ما قلت لكم كانوا خدامين على التليفون ديال ليز كيجبدوا منه كلشي، وداكشي اللي غادي يلقاو سيداتي وسادتي غادي يكون صدمه ديال حياتكم. عشرات الالاف ديال الميساجات مصيفطين من دي زابليكاسيون اللي كيبدلوا النمره ديال التليفون، من ايميلات اللي فيك محلولين غير باش يصيفطوا بهم دوك الميساجات، تصاور اللي جد مخيفين غنرجعوا ليهم من بعد. ليز هي اللي من تحت الشخصيه ديال كيري هاد الوقت كامل، وهي اللي كدير هاد الشيء. حتى من ديك التصويره اللي كانت وصلت ديف في الايميل ديالو سادين ليها فمها وخاشينها في الكوفر، هي اللي دارت ديك التمثيليه وصورت راسها وصيفطاتها لديف باش تخلعو. المحقق كوبا اللي كان كيقلب التليفون غادي يدوز مئات الساعات كيشوف داك الشيء بالضبط اللي كاين في التليفون ديالها. ونزيدكم هي اللي تيرات على راسها في الرجل، وداك التير هو اللي كان خلى المحققين انهم يشكوا فيها، حيت شي واحد الا باغي يقتلك ما يتيرش فيك في رجليك. فمين غيعرفوا هذا الشيء غيحاولوا يرجعوا للنقطه ديال البدايه، شنو علاقه ليز مع كاري، علاش دارت هذا الشيء. باش غنفهموا مزيان غادي نرجعوا لديك اللحظه اللي ديف حل فيها بروفيل في ديك لابليكاسيون ديال التعارف بلانتي اوف فيش. غادي ماتشي هو وليز بداو كيهضروا هو وياها، قالت لي بان عندها 38 عام، حتى هي عندها جوج ولاد من علاقه سابقه بحالها بحال ديف، فغادي يتفقوا انهم يمشيو يشربوا قهوه. ديف من الاول كان معاها صريح، غيقول لها بانه ما كيقلب على حتى شي حاجه جديه. هي قالت ليه انا راه بحالي بحالك، اصلا انا مشغوله بزاف مع الخدمه مع ولادي. فبداو هو وياها كيخرجوا كيمشيو ياكلوا كيمشيو يدوروا، لقى بانها ممتعه، زعما كيستمتع معاها حتى هو داكشي اللي كان باغي. ولكن من بعد غير شي اسابيع قليله غادي يفقد الاهتمام، ما عجباتوش، لانه كيقول بانها ما ذكياش كاع، يعني داكشي اللي كتهضر فيه ما ماتشيش مع النسبه ديال الذكاء ديالو هو. المحادثات بيناتهم كيكونوا بالدين، نقدروا نقولوا بانها ما متقفاش، زائد انها فضوليه ولصقه. واخا اتفق معاها بان غيطلقوا غير في اوقات الفراغ وداكشي، هي ولات لاصقه فيه، باغا ديما تكون معاه وهو ما باغيش داكشي. فغيقول هاد اختنا هادي ما صرحاش ليا، غادي يرجع عاوتاني للبلانتي اوف فيش وغيبدا يتلاقى مع بنات اخرين. اصلا هو كان قال لها بانه غادي يشوف ناس اخرين حيت يلا خرج من علاقه طويله بزاف. قال لها هادو هما الشروط ديالي الا بغيتي نبقاو نتلاقاو وانا كنشوف جهه اخرى هي هذيك، ما بغيتيش تهلاي. هي قالت لي واخا ماشي مشكل، ولكن ما غاديش تلتزم دوك الشروط اللي عطاها، غتولي تجي عنده لابارتمون ديالو بلا ما تقولها ليه. قالت ليه بانها هي ولات باغا تكون غير معاه، بانها مسحات البروفيل ديالها من بلانتي اوف فيش. قال لها شوفي انا ما بغيتش نضيع لك وقتك، سيري الله يسهل عليك، انا ما باغي حتى شي حاجه اللي سيريس، ما باغي حتى شي حاجه جديه مع حتى واحد. وهي فاش كيقول لها هاد الهضره هادي كتبقى تخاف، كتقول لا لا صافي انا قابله بالشروط ديالكم هادي وهادي، ولكن شويه عاوتاني كترجع كتولي عدوانيه، كتولي مغياره. فاش كيقول لها مثلا انا غادي نشوف ولادي ولا شي حاجه كتبقى تقول ليه غادي تشوف ولادك ولا غادي تشوف امهم، فهمتوا؟ كتبقى تنوز عليه. هو فعلا كان كيمشي تما غير باش يشوف ولادو اولا ياخذهم، ما كان بيناتو بين ايمي حتى شي 1% ديال الامل انهم يرجعوا مع بعضياتهم. فمن غيشوف بان هذا الشيء ديال لي زكتر هذوك التعاليق اللي كتبقى دير على ولادو وداك الشيء ما عجبوش الحال، وغادي يقرر بانه يقول لها عرفتي شنو اختي سيري تهلاي. ولكن هي ديما كتحاول ترجعوا ليها، ما كتخلي ما دير.
كبير. وفين ما كيعطيها شويه ديال الفرصه اولا كيخرج معاها كتبقى تقول لي انايا بغيت نكون غير انا وياك في علاقه ما نبقاوش نشوفوا ناس اخرين. وقالت لي في الاول انا كنت غير كنستمتع ولكن من بعد ولاو عندي احاسيس تجاهك وليت كنبغيك. عرفتو كتبقى تصيفط له ايميلات طوالين كتهضر كتدار ناري. دوك الناس اللي كيصيفطوا دوك الميساجات طوالين شحال كيعصبوا. كنقول الناس اللي كيصيفطوا بحال انا زعما عمري ما درتها كذوب. المهم فاش غادي يتفر عليه راسو وداك الشيء غادي يقول لها عادي شنو غادي نديرو غادي نوليو في علاقه غير انا وياك لمده ديال الشهر. قال لها الشهر غادي نجرب وديك الساعه غادي نشوف كيفاش غنحس. هو في داك الشهر ما كانش عاجبو الحال كتفر عليه راسو لصقه. ويومين من مور مساله داك الشهر هي فين غادي يتلاقى كيري في الخدمه ديالو. فكيف ما قلت لكم هضروا وداك الشيء وفاش غادي يخرجوا في الديت ديالهم الاول ديت كامل وليز كتصيفط لديف الميساجات حيت وقيلا كانت تابعاه ولا ما نعرف شنو وعرفاتو بانه خارج مع كيري. بدات كتصوني عليه كتصيفط الميساجات. هو في الاول ما بغاش قدام كيري يبين بانه راه عنده اكس حمقى وداك الشيء ولكن من بدات كتعيط غادي ينوض وجاوبها وهي تقول ليه راني بغيت نجي عندك لابارتمون ديالك نسيت شي حاجه تما خصني ناخذهم. هو قال لها شوفي انا راني في واحد ديت مع واحد البنت فاش غادي نسالي غادي نعيط لك ومين غنكون في الدار ومستعد نستقبلك غنقول لك اجي راه ماشي زعما عندك شي حاجه مهمه اللي ضروري خاصك دابا. المهم عقلتو فاش قلت لكم راه فاش سالاو داك الديت مشاو للدار ديال ديف باش انهم يكملوا السهره ويتعرفوا على بعضياتهم وداك الشيء. يلاه جلسوا واحد 10 دقائق الصونيت ديال الباب شكون ليز. بدات كتبكي وكتقول ليه عافاك خليني ندخل انا كنبغيك. دارت واحد الفضيحه واحد الدراما فما لقى كيفاش يدير يهرب من هذه الحاله هذه. غادي يمشي عند كاري وغادي يقول لها شوفي راه الاكس ديالي برا وكتبكي ودايره ليا حاله. كاري قالت لي اوكي ماشي مشكل حل هذا المشكل ديالكم بعد عاود عيط لي انا غادي نمشي للدار. وهنا فاش كاري كانت خارجه كانت المره الوحيده اللي غادي تشوف فيها ليز. المهم غادي يعطيها داكشي ديالها بقات كتطلب فيه وكتبكي باش ترجع معاه وهذا وقال لها اختي سيري بعدي مني عطاها داكشي ديالها. ومن بعد غيعاود يعيط لكاري غيعاودوا يتلاقاو داك الليل. ودوك جوج ديال السيمانات اللي ديف غادي يدوز مع كاري ليز ما كانتش كتحبس بالميساجات كتطلب فيه وتزاوك حتى النهار اللي غتختفى فيه كاري هكا فجاه. وعقلتو فاش قلت لكم البوليس من قلبوا عرفوا منين جايين الميساجات كانوا جايين من حدا دار ليز. ولكن ديك الساعه البوليس ما داروا حتى شي علاقه بين هاد الجوج حيت هما فعلا كانوا كيقولوا بان راه كاري جاتها شي نوبه ديال الهوس ولا شي حاجه وهي اللي كتصيفط دوك الميساجات صافي تصدات. البوليس غيقولوا اوكي دابا هاد الشيء هذا كامل ميك سنس يعني عنده معنى. يلاه بداو كيربطوا الخيوط مع بعضياتهم وبداو كيفهموا. وقبل ما يتخذوا اي قرار غادي يقلبوا شي شويه في الخلفيه ديال ليز يعرفوا شكون هي هاد السيده. غادي يكتشفوا بان الخدمات الاجتماعيه حيدوا ليز لوالديها من كانت عندها عامين. امها سميتها دولوريس وباها سميتو جينكينز. امها كانت درويشه وداخله سوق راسها وداك الشيء ولكن باها كان مدمن ديال الكحول كان عنيف كيبقى يضربهم كيتعدى عليهم. فكيف ما قلت لكم منين ليز غتكون عندها عامين غادي يحيدوها لوالديها هي وخوها وغادي يبقاو عند الدوله شحال حتى امهم غادي تفارق مع باهم وغتبقى تقاتل باش ترجع ولادها. فعلا غادي يقبلوا انهم يعطيوهم ليها ولكن مع الاسف امهم غادي تضربها طوموبيل وغادي تموت. الخدمات الاجتماعيه شافوا ان حتى شي واحد في العائله ما يستاهل ياخذ الوليدات حتى واحد ما كان قاد بيهم. فغادي يبقاو يمشيو عند فاستر فاميليز اولا دوك الاسر الحاضنه اللي كياخذوا الوليدات كيخليوهم عندهم حتى يا اما كيديروا 18 عام يا اما كيلقاو شي واحد اللي يتبناهم بالوراق وكل شيء. فعلا ليز غادي ياخذوها العائله ديال غولير وغادي يديوها باش تسكن معاهم في ميشيغان. كانت عندها سميه اخرى ولكن هاد العائله هادو من خداوها سموها شانا اليزابيث. داكشي علاش فاش كبرات ولاو كيعيطوا ليها ليز. في 1997 غادي تصاحب مع واحد الولد سميتو ريموند والعائله ديالو ما كانوش كيحملوها ما عجبتهمش كاع. في داك العام النيت اللي تلاقات معاه غادي تحمل. راي غادي يبقى معاها واخا كان شك فيها بانها كتخونو مع الروميت ديالو هذاك الولد اللي كان ساكن معاه سميتو غلين وكانت عنده 21 عام. المهم ليز غادي تولد ولدها سماتو كودي وفعلا ليز غادي تتفارق مع راي اللي هو كان الاب ديال ولدها وغادي تصاحب مع غلين الروميت ديالو. يعني راي كان عنده الحق. غلين كان انسان مزيان واخا خان الروميت ديالو داك الشيء ولكن هو في الحقيقه كان انسان مزيان غير ليز كانت كتمانيبيوليه بواحد الطريقه خياليه. هو كان عنده بحال واحد شويه ديال الاعاقه ذهنيه وصعوبه في الفهم انه يجاوبك دغيا. المهم ليز بوجهها قاصح غادي تمشي تسكن مع غلين وهو اصلا كان ساكن مع امه. حتى مت غلين ما حملاتش ليز شافت بانها كانت كتمانيبيولي ولدها بانها كانت وقحه ما عمرها ما كتعاون في ديك الخلاصات ديال الدار في الكرا وداك الشيء ما كتعطيه والو. زائد انها لاحظت بان ولد ليز البيبي كودي ديما كيبكي كان بيبي اللي ماشي كاع فرحان. نهار 28 جانفي 1993 من البيبي تقريبا تكون عنده واحد 5 شهور ليز غادي تعيط لغلين كتبكي قالت ليه عافاك اجي راني طيحت الولد وما عرفت ما ندير. غلين خاف على كودي فمشى ديك الساعه للدار. فاش مشى بان ليه بان كودي عادي ما فيه والو ولكن لا غدت ليه مت غلين ما غتسمع على البيبي كيبكي لا كيلعب لا والو ساكت. فقالت راه واقيلا ناعس ولا مريض ولا شي حاجه. مشات تخدم. منين رجعت من الخدمه مع الخمسه مشات تطلع عليه لقات بانه متكي في الناموسيه ديالو ما كيتحركش. ديك الساعه عيطات 911 قالت لهم راه البيبي ما كيتحركش ما كيتنفسش وداك الشيء وغادي يجيو كيجريو وداوه للسبيطار. مع الاسف كودي مات. في التقرير الطبي
اللي كاتبين بان الموت ديالو بسبب شيكن بيبي سيندروم اولا متلازمه الطفل المهتز. شي بيبي من كتبقى تهزو بحال هكا اولا كيطيح شي طيحه خايبه كيقدر يموت اولا كتولي عنده اعاقه ذهنيه ولا اعاقه جسديه. المهم راه صعيب بزاف هذاك الخبيط ديال البيبي تبقى تهزو تمخضو اولا يطيح بزاف صعيبه. المهم البوليس بطبيعه الحال غيسولوهم غادي يسولوا تا غلان لان هذا الموت هذا اللي مات كودي ماشي طبيعي شي واحد تسبب ليه فيه. غلان على نيتو قال لهم انا راه شي مرات كنقلوح البيبي بحال هكا لانه كيضحك ولكن ما عمري زعما ما طيحته ولا شي حاجه. البوليس نقدروا نقولوا بان ما يستغلوا شويه الحاله العقليه ديالو وغادي يبقاو كيحكروا عليه باش انه يعترف بشي حاجه اللي ما كايناش وغادي يشدوه على ود القتل الغير العمد ديال كودي. واخا داكشي اللي قال غلان ما كيطابقش مع كيفاش مات كودي لان الطبيب قال لهم هاد الولد هذا شدو شي واحد وبقى كيمخض فيه لمده ديال نص دقيقه ولا على الاقل 20 ثانيه. الطبيب كيقول بان الا شديتي البيبي وهزيتيه واخا هي راه ما خصش الناس يبقاو يديروها واخا كلنا درناها فاش كنا صغار يعني كلنا داروها لينا والدينا وعائلات وداك الشيء. هذيك القضيه ديال كتلوح البيبي وكتشدو راه خايبه غير باش تعرفوا المخ ديال البيبي ما خصوش كاع يتحرك ما خصوش يتمخض. المهم الطبيب قال لهم واخا هذيك القضيه ماشي هي هذيك ولكن النسبه ديال انها تقتل بيبي قليله وما كانش غير هذه الحاجه الوحيده المثيره للشك. ليز ما كانتش كاع كتعامل لانه ام حزينه او يلاه مات ليها ولدها. تخيلوا ان لا غد ليه مشات كدير شوبينغ والنهار ديال الجنازه ديال ولدها كودي مشات دارت داكشي على بالي وبالكم مع راي اللي هو الاب ديال كودي البيولوجي. واخا هي راه كانت في علاقه مع غلان الروينه ما يمكنش. وفي الجنازه ديال ولدها كانت كتضحك عادي كتوري للناس التصاور ديال كودي بحال رنعت غير في الصالون. في المحاكمه ديال غلان غادي تدي ليهم واحد الرسائل اللي زعما صيفطهم ليها غلان من الحبس كيقول لها بانه كيبغيها وبانها تسمح ليه حيت قتل ليها البيبي ديالها ومكتوب فيه شي جمل معقده بحال كتبتيهم شي سيت عاونك ولا شي حاجه. وغلان ما قدرش اصلا انه يكتب جمل معقده بحال هكاك لان كيف ما قلت لكم عنده واحد شويه ديال النقص في الفهم وفي الكتابه وداك الشيء. ولكن واخا هكاك المحكمه ما غديهاش في هذا الشيء كامل ما غتقارن لا كتابه لا والو وغادي تاخذ دوك الرسائل لانهم دليل حقيقي. غلان مسكين ما قدرش يدافع على راسو بقى واقف وساكت وخلاهم داروا فيه اللي بغاو. فهو غادي يحكموا عليه وقيل 4 سنين ولا ما عرفت داكشي غيحكموا عليه وهي غادي تخرج حره طليقه ما خاصها حتى شي خير. من بعد غادي تولد 2 ديال الاولاد كل واحد مع راجل في شكل. بات بنتها كان سميتو ديرك وتفارق معاه لانه ما بقاش قاد من ديك السيطره اللي كانت كتسيطر عليه من ديك الغيره ديالها. فمور ما تفارق معاها غادي تصاحب مع واحد المراه اخرى سميتها ميليسا وكانت كتعيط ليه هو وميليسا دائما كتبقى تهددهم جرحت ليها الطوموبيل ديالها بالساروت. تخيلوا كانت كتبقى تصيفط لميليسا تصاور ديالها هي وديرك من كانوا مع بعضياتهم تصاور اللي في شكل باش زعما ميليسا تظن بانه راه هذوك التصاور ديال دابا وان الحبيب ديالها كيخونها مع الاكس ديالو. عرفت ولات مهووسه بديك ميليسا كانت كتقرا الفارماسي دخلت هي كتقرا الفارماسي دارت لي زيكستونسيون في شعرها باش يولي شعرها بحال ديال ميليسا كانت عندها طوموبيل ميتسوبيشي كحله حتى هي مشات شرات نفس الطوموبيل. وتخيلوا انها فاش كانت كتلاقى ناس جداد كتقول لهم بان سميتها ميليسا ما كتقولش سميتها ليز. فميليسا فعلا ولات خايفه منها لان السيده مزنزنه. تخيلوا واحد النهار ليز غادي دير ديرك وميليسا لانهم كانوا عايشين في نفس الدار دات ليهم واحد البواطه ديال الكوكيز وكاينه بواطه عاديه وبواطه مكتوب فيها فور ميليسا يعني هذه تاكل منها غير ميليسا. علم الله شنو كندير لها فيها. فبطبيعه الحال ميليسا غادي تخاف وغتلوح داك الشيء كامل في الزبل. من بعد اخيرا غتقلب شويه على ميليسا لانها غتلاقى واحد الراجل اخر سميتو غاريث وهو من الاول غادي يشوف بان شي حاجه ماشي هي هذيك. السيده كتموت على الافلام ديال الخلعه ولكن ماشي هذا هو المشكل. اولا بعدا ما كيعجبوهاش الافلام ديال الخلعه ديال الجنون وداك الشيء كيعجبها داك الشيء اللي فيه الدم. عرفتوا دوك اللقطات اللي بنادم كيبقى يدير هكا ولا كتحاول تدرق عينيك ولا شي حاجه هي كتشوف فيهم وكتاكل البوب كورن عادي بحال كتفرج شي مسلسل عادي زعما. وكانت كتقول ليه بان الافلام ديال الخلعه اكثريه اللي فيهم الدم كيضحكوها. من بعد سنين هما مع بعضياتهم غادي يتفارقوا. تخيلوا علاش؟ لان غاريث غادي يحصل لها كتخونو مع ديف. فاش تلاقات مع ديف كانت هي اصلا عندها حبيب. غاريث ما كانش عارفها بانها كتخرج مع ديف وديف ما كانش عارفها بانها عندها حبيب. واخا ليز كانت ساكنه مع غاريث في الدار ولكن كانوا بحال شي روم ميتس ما كانوش بحال حبيب وحبيبه ديالو ما كينعسوش حتى في نفس البيت. عرفتوا هي خدات الكراج ورداتو مكان للسكن ديالها وعرفتوا كانت مرونه داكشي موسخ ما كتجمعش كتخلي الحوايج ديالها موسخين في الارض كتخلي الماكله كتخناز وما كانت كتعاون غاريث في حتى شي حاجه ما كتخلص لا كرا لا والو هو كيدير كلشي وما كتعاملش معاه حتى مزيان زائد انها كتخونو وهو كان حنين فيها واخا هكاك فين ما كيبغي يجري عليها كتبقى فيه كيبقى يقول ناري فين غتمشي ما عندهاش فين تمشي وهادي وكيبقى يخليها عايشه تما. هو صراحه ما كانش كتبقى فيه هي كانوا كيبقاو فيها ولادها لانهم حتى هما كانوا عايشين معاهم في نفس الدار. منين البوليس غيكتشفوا هذا الشيء كامل على الماضي ديالها غيعرفوا بان السيده ماشي هي هذيك في مخها. دابا محتاجين فقط ادله كافيه باش انهم يقدروا يشدوها. غادي تفكروا بان في الطوموبيل ديال كاري فاش كانوا لقاوها كان واحد الكاس ديال اتاي قلت لكم فوق واحد البصمه. هذيك البصمه في السيستم ما لقاو حتى شي ماتش ما عرفتش علاش. فغادي يقرروا انهم يجربوا الحظ ديالهم ويماتشيوها مع البصمه ديال ليز. وهنا كان تطابق واخا هكاك دليل ماشي كافي غادي يقرروا انهم يبقاو يتعقبوها بلا ما تعيق. غادي يلصقوا واحد الجهاز
كاميراس ديال الجي بي اس في الطوموبيله ديالها باش يبقاو يشوفوا فين كتمشي، وغيشوفوا بانها كل شويه كتمشي حدا الدار ديال ايمي، كتبقى واقفه في الباركينغ شحال وشويه كتمشي بحالها بحال كتوجد شي حاجه. نهار 14 ديسمبر غادي يعيطوا ليها للكوميساريه، كان عندهم واحد الخطه غادي يقيدوها بواحد الطريقه استراتيجيه، سمعوا مزيان باش تفهموا شنو غيديروا. غادي يعيطوا ليها للكوميساريه وقالوا لها بانهم لقاو الجثه ديال كاري. هي دارت راسها بانها ما عارفه والو على كاري، بان ما بيناتهم حتى شي حاجه. غتقول لهم مسكينه وشكون يقدر يأديها. قالت لهم انا متلاقيتها مره واحده في الباب ديال العماره ديال ديف، وفاش دازت من حدايا قالت لي العاهره، واخا هي ما قالت ليها والو، بالعكس دازت حداها حانيه راسها ما هضراتش معاها كاع. ليز قالت لهم انا صراحه شاكه بان ايمي هي اللي دارت هذا الشيء كامل، والمحقق اللي سميتو دوري غادي يلعب معاها الدور. قال لها بصح هاد السيده هذه اللي كانت حمقى لدرجه انها تقدر تيري فيك، راه حمقى تقدر دير هاد الشيء كامل، واخا هما عارفين بان راه ماشي ايمي اللي تيرات في ليز، ولكن باغيين غير يقيدوها. البوليس غادي يقولوا لها حنا محتاجين المساعده ديالك باش عاوينا نشدوا ايمي، نشدوا عليها شي دليل. وهي قالت لهم كونوا هاني، انا غنخليها تعترف ليكم. There have been some remains that have been located. We're waiting on the lab results to make a positive ID, but the initial indication is that these remains are Carrie. She was with him for 12 years, and she still goes in and out of his life all the time. So. Yeah. So you think she could have been the person that did some of that stuff to you? I'm just saying, as another person who would be possessive of Dave, it would be her. So, I mean, I wouldn't put it past her. I'm thinking if she was bold enough to go and then shoot you, okay, she could easily be bold enough to have done something to Carrie. We had messages from her saying, hey, I did this or I did that, you know, I could easily start building that case. 4 أيام من بعد غتصيفط للمحققين واحد الايميل اللي زعما ايمي صيفطاتو ليها هي، بحال ترانسفيراتو ليهم، فهمتوا؟ في هذاك الايميل ايمي كتعترف فيه بانها هي اللي تيرات في ليز، بانها بغاتها تبعد على ديف لانها باقا كتبغيه. والبوليس ملي غيشوفوا داك الشيء غادي يقولوا ليها شوفي يا ليز، حنايا محتاجين ايمي تعترف بالمقتل ديال كاري، ماشي بانها تيرات فيك. لا غد لي غترانسفيري ليهم ايميل اخر اللي من ايمي ليها زعما كتقول فيه بانها مشات باش تلاقى كاري على اساس تقول ليها تبعد من ديف، ولكن كاري بدات كتعاير فيها وكتقول لها كلام خايب وداك الشيء. فايمي غادي تعصب وغادي تخشي فيها الموس. كاتبه بانها خشات فيها الموس واحد 3 ولا 4 ديال المرات، ومن بعد خداتها وشعلات فيها العافيه، حرقاتها باش تختفي، وشدات داك البقايا المحروقين دارتهم في ميكا ديال الزبل ولاحتهم في الزباله. بقات تقريبا كل نهار ولا يومين كترانسفيري ايميل في شكل البوليس اللي جاي زعما من ايمي ليها هي، كتعترف ليها بكل شيء. علاش تعرف ليها ايمي ما نعرف. وليز بحال بدات كتعصب على المحققين، كتقول لهم انا عطيتكم جميع الدلائل، عطيتكم اعتراف وكل شيء، وانتم مازال ما شديتوهاش. اش ما شديتوهاش؟ بدات كتجنن غير بوحدها. وليز غادي تعيط لديف، قالت ليه بان راه ايمي اعترفت ليها وبانها راه ترانسفيرات كل شيء للبوليس وهذا وهذا. فديف غيعيط للبوليس، غادي يقول لهم انا ما فخباريش كاع بان ايمي دارت هذا الشيء، انا راني مصدوم، هذيك راه موت ولادي. وهنا غادي يعيطوا ليه، يقولوا ليه اجي للكوميساريه، قالوا ليه موت ولادك راه ما دارت حتى شي حاجه، هي براسها راه في خطر، راه ليز اللي دارت هذا الشيء كامل. كيفاش نوصف لكم بانها كانت الصدمه ديال حياته. قال لي دابا انت الحاجه الوحيده اللي خاصك دير، خاصك تهز حوايجك وتمشي تجلس مع ايمي وولادك في الدار هاد الايام باش تحميهم، حيت ما خصهمش يبقاو بوحدهم، راه ليز كدور ليهم بالدار، ما عرفتش شنو تقدر دير. بطبيعه الحال خاف عليهم، ديك الساعه غادي يهز حوايجو غيمشي يسكن معاهم. شرح لايمي كل شيء، وهذا الشيء هذا زاد جهل ليز كيفاش هي دارت هاد الخطه كامله باش البوليس يشدوا ايمي. في الاخر دايف مشى سكن معاها. ليز غتعيط لداك المحقق دودي، عرفتو كتبكي حالتها حاله، كتقول ليه ما يمكنش تبقى حره، وانا صيفط لكم الاعترافات ديالها، علاش ما شديتوهاش؟ The person that benefited was her. So she gets to shoot somebody, and then she gets to kill another person, and then she gets to move in with Dave, and she gets to be free. And you guys aren't arresting her. قال لها شوفي خاصك تعطينا دلائل كثر، وغادي تقول ليها عرفتي شنو غادي ندير، غنعطيك المود باس ديال الايميل ديالي، وبقى بوحدك تشوف داك لي زيميل اللي كتصيفط. مع غتصيفط ليه المود باس مع لي زيميل من ايمي كيوصلوا واحد مور واحد مور واحد، كلهم اعترافات. في واحد من لي زيميل كتهضر على واحد تاتواج اللي عند كاري في لحمها. هذاك التاتواج مستحيل شي واحد يكون عارفه الا ما شافش كاري عريانه، لان كاين في واحد المنطقه حساسه من الجسم ديالها، يعني منطقه اللي ما كتبانش من كنكونوا لابسين الحوايج. وكتقول بان المقتل ديال كاري كان في الطوموبيله ديالها. فمره اخرى غادي يعاودوا يمشيو للطوموبيله ديال كاري اللي كانوا باقيين شادينها في المختبر، غيعاودوا يقلبوها مره اخرى، وهاد المره هذه غادي يحيدوا داك الغلافات ديال الكوسانات، وغادي يلقاو بان هذاك الكرسي اللي حدا السائق عامر بالدمايات. علاش ما حيدوهمش من المره الاولى صراحه ما فهمتش. لا غد ليه ايمي غتعيط ل 911 لان شي واحد شير على الشرجم ديالها بحجره كبيره وتهرس الشرجم. من غيشوفوا الكاميرات غيلقاوها ليز. مشاو شدوها، ولكن مع الاسف خرجوها بغرامه حيت ما كانش زعما شي جريمه خطيره. و4 ايام من مور هذا الشيء غادي يدخلوا لدارها، مي غتكون في
الخدمه، يعني ما كايناش هي، وغياخذوا جميع الاجهزه الالكترونيه ديالها. كانت عندها يمكن ايباد وكان عندها بيسي وكان عندها واحد التليفون اخر، ولقاو جوج ديال الكاميرات ماشي ديالها، ديال كاري. وداك النهار نيت من الزهر ديالها غيشدها بوليسي اخر اللي ما عنده حتى علاقه بهذا الشيء، غير على ود واحد المخالفه مروريه، ما عرفتش واش غتحرق شي فروج ولا شي حاجه. المهم غيشدوها، والمحققين جاتهم من الجنه والناس، قالوا هذه الفرصه المناسبه ديال اننا نهضروا معاها على كاري بلا ما نعتقلوها، حيت دابا مازال ما عارفين والو. ولكن المحامي ديالها جا دغيا وخلص لها الغرامه وهي خرجات. اخيرا نهار 2 ديسمبر 2016 غادي تشد بالتهمه ديال المقتل ديال كاري، واخا راه مازال ما كاين لا جثه لا اعتراف لا والو. غيبقاو شادينها في الحبس 5 شهور. فعلا المحاكمه ديالها غادي توصل نهار 10 ماي، وديف غادي يجيب لهم واحد الدليل اللي نساوه، واحد طابلت كانت نساتها عنده في الدار فيها واحد الاس دي كارد. هذيك الاس دي كارد قبل ما تخشيها في الطابلت كانت في التليفون ديال ليز. فاش غيقلبوها المتخصصين غيلقاو بان ليز مسحات على الرام ديال التصاور، ولكن يقدروا يرجعوهم. تصويره ديال واحد الرجل فيها تاتواج، من غادي يماتشيو داك التاتواج والرجل مع كاري غادي يجي تطابق. تخيلوا ان ليز قتلات كاري وصورت ليها رجليها وصورتها وهي ميته بحال زعما راه كتصور شي ميداليه ربحاتها، وصورت التاتواج ديال كاري اللي كاين في المنطقه ديالها الحساسه. كان هذا هو الدليل القاطع اللي كانوا كيقلبوا عليه. اول تهمه اتهمت بها هي حريق متعمد. غير باش دير الدراما غادي تحرق دارها كامله، دارها كلها شوطاتها، وقتلات 4 ديال الحيوانات ديالها اليفين كانوا عايشين معاها. تخيلوا. وعيطت 911 وجاو ولقاو بان داك الحريق فيه شي حاجه في الشكل، ولكن ما قدروش يلقاو شي دليل. وهذا الشيء كامل دارته باش زعما المحققين وديفي يتيقوا بان راه كاري اللي تابعاها وكتعدى عليها وكتحرق ليها دارها وداك الشيء كامل. هذا الحريق هذا كان دارته من مور ديك اللعيبه ديال الكراج اللي ما صدقاتش بزاف. عرفتوا ديف دخل في واحد الحاله ديال الصدمه، لان كان كيحس بتانيب الضمير تجاهها، كان كيحس بانه هو اللي دخلها في هذا الشيء، بان كاري حرقت لها دارها وقتلت لها الحيوانات ديالها. فهاد الشيء اللي خلاه انه يولي عاوتاني كيتلاقى معاها وبحال بقات فيه. وفي الحقيقه هو راه كان جالس مع قاتله. قتلت البنت، نظفت لها الطوموبيل ديالها، حرقات الجثه ديالها، لاحتها وزدتها بالميساجات اللي كتصيفط لعائلتها حتى هما. تخيلوا 50,000 ميساج اللي لقاو، 50,000. عرفتوا شنو هي؟ راه الخيال. كان هذا هو الفول تايم جوب ديالها، لان باش تصيفط دوك الميساجات كاملين المحققين قالوا بان كان خصها من 45 حتى ل 50 ساعه في السيمانه. عرفتوا شحال؟ راه ما يمكنش. تخيلوا ان في ديك الاس دي كارد ديالها لقاوها مصوره حتى واحد اللعيبه ديك اللي شعلات فيها العافيه، دارت بحال قبر وحطات فيه البنت قبل ما تشعل فيها العافيه. تخيلوا في المحكمه غادي تقول بان من كانت كتقتلها بقات كريم مسكينه كتطلب فيها انها تخليها تهضر مع عائلتها اخر مره، ولكن هي ما بغاتش. غادي يحكموا عليها بالمؤبد بدون حق في الاستئناف بسبب الحريق والقتل العمد داكشي كامل اللي دارت. ودايف حس بواحد التانيب ديال الضمير خطير، بان في واحد الانترفيوهات من بعد في التلفازه وداكشي كيعتذر، واخا هو راه ما دار والو في الحقيقه، ما كانش عارفها بانها مصديه. ماكس ولد كاري ولا مهندس وعايش حياه زوينه، واخا بقى فيه بزاف اثر عليه هادشي هذا بزاف اللي وقع لمو. هادشي هذا كيبين بان ليز غتكون هي اللي قتلات الولد البيبي ديالها كودي اللي ولدته شحال هادي وسمتها مسكين في جلان. انا متاكده انها هي اللي غتكون قتلاته، لان هذاك جلان مسكين كان غير مبهلول. والمشكله ان كاري ما كانت باغا والو من العلاقه ديالها مع ديف، كانت باغا غير تستمتع، ما كانش حتى شي حاجه جديه باش تستاهل عليها هادشي كامل. كانت هذه القضيه ديالنا ديال اليوم، كنتمنى تكونوا دوزتوا معايا وقيته زوينه بزاف بزين ديالي. كنصيفط لكم بوسات كبارين. باي باي.